3 دور رئاسية تابعة إلى رئاسة الجمهورية. طبعا هاي بالقانون لا تباع، يعني تابعة إلى الدولة، ملك الدولة العراقية. تم بيعها عن طريق وزارة المالية من قبل أخي الدكتور رافع العيساوي وزير المالية إلى الأخ الصديق أحمد أبو ريش. تم بيعها على أساس المزاد، بينما المزاد لم يحصل لأنها بيعت بثمن بخس كما سنلاحظ في الوثائق الموجودة الآن. قيمة البيع 497 مليون دينار. المساحة الكلية للأرض 46 دونم ب3 دور رئاسية تابعة إلى رئاسة الجمهورية، بينما القيمة الأصلية لسعر الأرض والدور كما هي مقيمة 64 مليار دينار عراقي، يعني ما يعادل أكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وزير المالية الدكتور رافع العيساوي منح الأخ أحمد أبو ريشة قرض زراعي قيمته 461 مليون دينار من المصرف الزراعي التعاوني مكتب الفرات. تم استقطاع المبلغ من القرض الزراعي، أي أصبحت قيمة الأرض و3 دور رئاسية ب36 مليون دينار، يعني ما يعادل 30 ألف دولار أمريكي، اللي هي أبسط واحد اليوم يمتلكها بالعراق. وثيقة رقم 2 مثلا، الأرض هي بالأنبار في الرمادي، قطعة أرض، المالك أو المتصرف وتابعيته ديوان الرئاسة، الدوانم 26 دونم. أيضا قطعة أرض ملك صرف تابعة لديوان الرئاسة 6 دوانم. قطعة أرض ملك صرف أحمد فتيخان يعني أبو ريشة المقصود به 6 دوانم. الوثيقة رقم 6 15 دونم، تتحدث عن جنس العقار قطعة أرض مشيد عليها 3 دور ملك صرف 15 دونم بالأنبار الرمادي. زين، الوثيقة رقم 7 أيضا ملك صرف 26 دونم قطعة أرض الشيخ أحمد أبو ريش. هنا كتاب من مدير فرع دائرة عقارات الدولة إلى مديرية التسجيل العقاري في الأنبار، الموضوع بيع عقار، يقول الحاقا بكتابنا المرقم كذا في 18/1. هذا الكتاب الذي أقرأه مؤرخ في 10/3/2011. يقول: نود إعلامكم أن إجراء البيع تنصب على الأرض والمشيدات، علما أن المشيدات عبارة عن 3 دور كانت لحمايات القصور. يرجى الإطلاع وإجراء اللازم معه. وثيقة رقم 10 اللي هي العدد 3/15/236 مؤرخة في 18/1/2011، يقول صادرة من مدير فرع دائرة عقارات